صباح الفل بقى مش مساء الفل. اخيرا صحينا بدري والنشاط كان واخدني والحماس، بس كملوا الفيديو الاخر عشان تشوفوا الكارثه اللي حصلت لي بسبب نشاطي. يعني نشاط غير طبيعي، عارفين اللي هو في ايه بجد. مسكت والله ما كانش نيتي خالص ان انا اعمل اي حاجه من الحاجات اللي انا هعملها دي، بس انتوا هتتفاجئوا زيكم. فاكرين امبارح ما قلت لكم ده انا الدراي كلين مش هتيجي تاخدهم وما اعرفش ايه، وقدامهم 15 20 يوم. فانا رحت جايبه قايله ايه خلاص اجيب ربنا فعلا ربنا ما يحوجني لحد ابدا. فانا هنضف الشقه انا بقى، يعني فاهمين انا هكنس بس بالمقشه، وما كانش عندي طاقه بصراحه ان انا ولا اشيل السجاد ولا اعمل اي حاجه، هو بالمقشه كده. والمقشه دي خشنه فبتشيل الوبر اللي بيبقى على السجاد، وبر السجاد نفسه، فانا بحبها في كده يعني فاهمين، مع التراب بقى. هشيلها بس كده من الجوانب عشان ايه اجيب اللي تحت الانتريه نفسه. بس حصل اللي ما كنتش متوقعه بجد. المطربين اللي بره لازم انا قلت بس هكنس كده كنسه بسيطه، وان شاء الله ما ربنا حواجني وان شاء الله ما ربنا حواجني للدراي كلين، بس مش هو الهديه ويقولوا خير. كلمت الدراي كلين، ما تركزوش مع شكلي بقى دلوقتي خالص عشان ايه انا بنضف. كلمت الدراي كلين، ما بصراحه حاسه وانا بنضف كده ده بعد ما انا بدات ان انا اكنس، حسيت ان لا انا السجاد تعبني وشكله مش الطف حاجه، وانا عندي والله العظيم ولا في بقع ولا في هي سجاده الليفنج بس اللي بتبقع لو حاجه وقعت من عمر، انما الباقي معرفش هما بيسودوا من التراب. فحسيت ان انا مش مرتاحه، فكلمتهم قلت لهم معلش وانا معاكم دايما وكده ومش عارفه ايه، هم عارفيني خلاص بقوا حافظين العنوان بتاعي. بكلمهم لو سمحتوا حد يجي ياخد السجاد ومحتاجه تعقيم وتعطير كويس ومعرفش ايه وكده، فحاضر في مندوب جاي لك حالا. فبسرعه بقى كده نلم 3 4 سجادات اللي حالتنا. مش هنزل سجاد مش هنزل سجاد الاوضه نضيف الحمد لله. المشيه الصغيره اللي عند البلكونه دي انا بغسلها، هي مش متبهدله اصلا، يعني انا بس بغسلها كده في التويليت عشان هي اصلا قد كده، هي صغيره بحطها في كابينه الشاور وخلاص. هنزل بتاعه اللي هي قدام الشقه المدوره الكبيره ودي وبديل السجاد. فهنقعد 10 ايام من غير سجاد خالص ولا في الليفينج حتى، يعني مش مشكله. فانا ان شاء الله اقدر اجيبه قبل 10 ايام. لما كتبوا لي قالوا لي خلاص احنا ممكن يعني نحاول 10 ايام. فانا هقعد فاهمين اعزم عليهم عشان خاطري ومعلش وبالله عليك مش هقول عشان خاطري اكيد هم ما يعرفونيش اصلا. فيلا بينا يلا. انا اتحمست بعد ما كنت بكنس وانا مش طايقه نفسي، فانا دلوقتي متحمسه. طبعا انتوا كده بقى ايه خلاص يعني عرفتوا، لا ما كنتش لسه عرفتوا صح؟ عرفتوا. هنا كنت خلاص الحماس والنشاط خدهم وجم بقى فجأة، يعني جم فجأة اللي هو ايه خلاص احنا جايين لك. لان انا قعدت اقول لهم معلش وإن بقاش خاطري ولو سمحتوا يا ريت النهارده وكده. ففجأة هو اصلا الدراي كلين تحت البيت، فالحمد لله يعني هم جم. بصوا ما تركزوش مع الدوشه دي عشان انا مش في بيتي وعند حماتي وفي ناس، يعني ان شاء الله بكره تعرفوا في ايه يعني ان شاء الله. شلت السجاد ده لانه في ثواني بيخبط عليا ويرن الجرس ويقول لي انا قدام الشقه. فانا شلت كده السجاد الحمد لله بقى، قلت ربنا نصرني. دي بقى الكارثه اللي انا عملتها، دي كنت هنزلها دراي كلين بعد كده قلت لا انا مش هقعد 10 ايام من غير حاجه في الليفنج. انا بحس ان انا بجد يعني لا مش قادره، واحس ان انا الدنيا بتتبهدل اكتر وما بتبقاش مترتبه كده. لكن طول ما في سجاد بتبقى على الاقل الليفنج اللي احنا قاعدين فيها طول الوقت حلوه، يعني نظيفه وحلوه. المهم الكرسي الاصفر ده كنت سرقاه من بيت حماتي، لا بصراحه هي اللي كانت مديهولي كل رضا بصراحه. هي كانت مديهولي هو والشلت اللي انا كنت حكي لكم عنها دي بالبلكونه، هي كانت هترميهم. فهي بقى ايه الست يعني ربنا يكرمها يا رب، قالت لي لو عايزاهم خديهم. قلت لها حلوين هعمل لهم اعاده تدوير، بس مستنيه ان شاء الله ربنا يكرم جوزي ويعمل لنا الستاير.
عزله بالشقه وهو والله. طب ما هو قال لي خلاص بقى احنا بقينا سنه في الشقه، مش مستاهله ان احنا نركب ونعلق، استحملتي سنتين. ويتعب نفسه ليه؟ ده عمر. بالظبط. جبت بقى صابون المواعين ده وقلت بقى يا انا يا البتاعه دي، بس ده كان اسود قرار انا خدته في حياتي بجد، ده كارثه. وقعدت بقى والله العظيم، قعدت زي ما بقول لكم كده اندب حظي واقول البتاعه دي لو ما انا بجد كان هيغمى عليا. انا كنت بدعك كده حته واقف ارتاح، اقفل الكاميرا وارتاح شويه حرفيا والله العظيم ما كنتش قادره. فاللي هو ليه النشاط خدني يعني دي قبل الجواز كانت بتقعد تقول لنا عقبال ما اجي اعمل معاك، فاكره لما كنت بعتلك فيديو وانا بعمل ليه؟ بس هو انا بقصر يعني، انا في تنظيفه العيد ولا في تنظيفه اي حاجه بقصر بصراحه. بس انا قصدي انت بتفرهدي بسرعه اصلا. ايوه ما هي دي لا وبعدين يا بنتي دي مليانه بقع، واللي هي السجاده اللي هي بديل السجاد كبيره قوي فاهمه، وبعدين انا لوحدي وبشيلها ودخلها التويليت غير لما يبقى حد معايا فاهمه. نهارك اسود، ده انا بنضف مع شوشو وانتي نايمه. انا حقي اتدلع. حقك ما احنا هندلعك، انا ياما اتدلعت هدلعك عشان اللي جاي سواد. انا اتدلع شويه. بصوا هنا كنت بموت بجد، جالي هبوط حاد تقريبا. وجبت بقى المقشه الخشنه بتاعه التويليت، يعني مش المقشه اللي هي الثانيه، لا جبت الفرشه بتاعه التويليت خشنه خالص دي. وقعدت بقى ادلق ميه كده عشان ايه تعمل رغاوي اكتر. كان فيها بقع بجد، انا ما اعرفش البقع دي جايه منين، هي حاجات سودا كده. بصوا انا كنت بموت، حاجات سودا كده ما اعرفش دي منين، بس انا يعني انا بجد ما اعرفش. انا غبت عن البيت اسبوع تقريبا، لما كنت عند ماما رجعت لقيتها سودا كده مبقعه اسود، فما اعرفش عمر موقع ايه عامل ايه ورنيش دواء ما اعرفش. المهم ان هي بقعه سودا اللي انتوا شفتوها في الاول دي، ومش بقعه شاي ولا سكر، ما اعرفش ده موقع ايه بصراحه. المهم ان انا قعدت هنا كنت هيجرى لي حاجه، قعدت اقول دي لو ما طلعتش هموت. بصوا كنت بكلم نفسي والله، ما حدش معايا في الشقه، ما كنت بكلم نفسي بجد. اتجننت يعني. ف قعدت اقول بقى ربنا يستر ويكونوا طلعوا يعني بعد كل اللي انا بعمله ده. دول هقول لكم انا جايباهم ليه وجايباهم منين، بس مش دلوقتي لما نفرش السجاد. هنا بقى بصوا شايفين الهباب اللي نازل، خدني الشجاعه قلت هدخلها بقى التويليت عشان اشطفها جوه، ويا ريتني ما عملت كده. يعني بجد ده اغبى قرار انا خدته في حياتي. يعني اولا التويليت عندي الكبير برضو مش هيكفيها، وانا مش هعرف ان انا يعني اعملها من مكان، ابرمها من مكان وافكها من مكان تاني. ده غير ان انا اصلا يعني اللي شافني في الانستجرام بالليل الساعه 4 الفجر انا حماماتي بتغرق كل يوم حرفيا بدون اي اسباب، والله مجرد ان انا بس بفتح الحنفيه اتوضى. عارفين لما نصحى من النوم نغسل وشنا، هي فكره ان انا اغسل وشي الصبح دي اول ما اصحى الحمام بيغرق. وبقالي شهرين على كده كل نفس الحكايه، اخدت شاور التويليت برضو بيغرق. فمش فاهمه فين والله المشكله، ومسلكينه وجايبين له حاجات تسليك وحاجات من دي، فمعرفش. وتخيلوا بعد بقى المعجنه اللي انا عملتها دي الساعه 4 الفجر، كنت انا بقى خلاص يعني اتهديت، انا مخلصه اساسا من الساعه 2 الظهر او الساعه 2 ونص لحد الساعه 11 بقى بعمل في الشقه. والسجاده دي خدت مني ساعتين تقريبا، خدت مني ساعتين، مش عشان الغسل، مش عشان اللي انا بعملها يعني بدعكها وكده، لا خدت مني ساعتين عشان اللي انا هببته. ما نفعتش، قمت مطلعوها بقى، قلت مفيش حق. نزلت عند البواب تحت عشان ايه اخليه يجي يطلعها لي فوق على الروف، وفي ناس بتغسل فوق السجاد على الروف، فقلت يطلعها لي فوق وهي مبلوله كده يشطفها لي بس وينشرها لي فوق. ما لقيتوش، قعدت ارن الاول عليه غير متاح، فقلت يبقى هو تحت، الشبكه بتبقى وحشه تحت. شايفين البقعه لسه ما طلعتش، فانا قمت نازله ما لقيتوش بقى، لقيته اجازه. فقمت بقى اضطريت ان انا يعني كل الحاجات دي خدت مني وقت، اضطريت ان انا اطلعها في الريسبشن تاني واشطفها. جبت بقى كلوركس الوان وقلت هديها برضو ايه يعني كمان مره بقى بالكلور بقى. وتقريبا نطفت، لان احنا يعني طلعناها، احنا اساسا يعني لسه جايين عند حماتي، فقبل ما ننزل من الشقه انا وعمر ايه نشرناها بالليل اصلا، سبتها في الحمام بقى تتصفى خالص، وبعد كده نشرناها وشلناها بقى الصبح، يعني شلناها قبل ما نيجي من شويه فنشفت. بس انا يعني شفتها منوره كده ملعلطه، فقلت تسلم ايدي والله، بس ما شفتهاش قوي يعني، ما اعرفش برضو ان عمر اللي شالها، فانا ما اعرفش برضو هي الحته اللي كانت مبقعه دي هل هي لسه مبقعه ولا لا. دي اخر بقى شطفه بمعطر فريده
لقيت نفسي هدلقها كلها على السجاده وهي كبيره، يعني بديل السجاده كبير، فحطيتها على الموب وهديها بقى الشطفه الاخيره دي عشان تبقى متعطره وكده. الموب دي عشان بتسالوني هي من جرين واي، هسيب لكم برده اللينك بتاعها وعشان انتوا دايما بتسالوني والله. هنا بقى هقعد اعيد وازيد في الحركه دي لحد بقى ما السجاده الاقيها خلاص ما بقاش فيها صابون خالص. يعني هنا عملت بتاع 3 4 5 10 15 مره تقريبا لحد ما خلاص هي نطفت واتاكدت ان مبقاش فيها صابون. هشيلها بقى ادخلها التويلت وهسيبها تتصفى. ودي كانت ضريبه ان انا اعمل نفسي نصحى وسبت بيت وقال ايه مش عايزه الليفنج تقعد من غير سجاده لمده 10 ايام. ده هم على كلامهم 10 ايام، بس هم ممكن يضحكوا عليا ويجيبوا لي فعلا بعد 15 يوم. ايدي بتترعش. بصوا يا ريت ما نشغلش دماغنا تاني. شكرا. بصوا لايك بقى، بصوا لايك. بس ايه رايكم في الفكره بتاعت ان انا طلعتها وشطفتها دي؟ ده اسهل حل. حطيت عليها كمان معطر فريده على الموب ده وبداتها بقى. هنمسح بقى اللي احنا بوظناه. اوعى تروح عند الانتريه. يعني ممكن بقى استغل الموقف والنص ده اللي هو عند باب الشقه ده مبلول كده، اجيب بقى عند الانتريه ميه. بس انا حسيت ان انا لا، ما هو كده مفيش سجاد دلوقتي، فهبقى اعملها بعدين. يعني لما اجيب بقى السجاد هعمل بقى الحركه دي ان شاء الله. ربنا يقدرني بعد اللي حصل لي ده ما افكرش ان انا اعمل كده تاني. جبت بقى المقشه وخدت النصين دول كده. بعد كده هجيب بقى المكنسه عشان ايه، يعني فاهمين، هي المقشه كانت قدامي. هشيل بقى بتاعه التويلت دي بتاعه البلكونه، احطها في الغساله تتغسل. ابقى 20 دقيقه، ما بحطهاش على وقت كتير، انا بحطها 20 دقيقه كده بس. عقبال بقى ما هخلص كل الحاجات اللي انا بعملها دي، ما خلاص طالما السجاده اتغسلت والريسبشن خلاص يعني شديت الميه وكده، خلاص الكنس والمسح ده مش الروتين القوي. يعني هو كان الروتين القوي في الحته الاولانيه بس. اعمل بقى الشقه بالمكنسه وخلاص. يعني تقريبا مسحتها بالموب كده تقريبا، مش فاكره، هشوف معاكم انا صورتها اصلا ولا لا. لما اجيب بقى السجاده يعني يا هجيب بقى حد يساعدني، لان انا اللي عامله دي قمت كده فجاه. بس انا بصراحه كنت ناويه ان انا انضف يعني، بس هو اللي شجعني، يعني قلت بس هنضف كده تنظيفه الخميس اللي هي الخفيفه دي. اللي شجعني بقى اعمل كل ده ان انا السجاده تشيل، لكن غير كده ما كنتش هعمل اي حاجه من الحاجات اللي اتعملت دي. كنت هكنس وامسح بس. بتسالوني على المكنسه دي دايما. بصوا هي خفيفه بس هي ضعيفه شويه، يعني ما تنفعش كده في التنظيف العميق. يعني هي ضعيفه مش قويه، لان هي 900 واط. فلو مثلا 2000 واط كانت هتبقى احسن. فانا ما خدتش بالي من حته الواط دي وانا بجيبها، لكن هي مشكلتها بس ان هي ما تنفعش في الروتين القوي. يعني الروتين القوي ده بروح جايبه يا ده القميه يا اما بالمقشه. هنزل بقى كل حاجه زي ما كانت، مش هعمل اي حاجه تاني زي ما اتفقنا. وخلاص
همسح بقى، اجيب فوطه وهمسح بس الوزر كده عشان دايما بيبقى مطرب. فهنا الحته اللي كنت اصلا دلقه فيها ميه فبقت طينه بتراب كده. وهاخد بقى باقي الوزر يعني كده اصلا لما باجي اكنس وامسح بعمل كده فوطه مبلوله وامسح الوزر، لان انا مش ما بحبش اعمل بالموب دي الحيط والكلام ده. فمش لسه هجيب بقى الموب بتاعه الحوائط يعني. هي صاحبتك تاهت في التويلت ولا ايه؟ لا طمني عليها. سيد ماما. طيب غير البنطلون ده ولا هو حلو. مش عندك جينز عندي شارلستون؟ الشراشيب ده لا ده لذيذ عادي. لسه صح. خدت بقى الشقه كده وعملت طلعت عملتها والله العظيم مخي ساح ما بقتش فاكره. العيله كلها ما شاء الله فنانه، العيله كلها حرفيا ال3 فنانين يا اخواتي. يا جماعه احنا مواهب مدفونه جدا. طب تبعتوا لنا حد اكتشفنا بقى يا ريت. وليه انا اكتشفكم؟ هكتشفكم انا عايز نيجي اغني في فرحه. هحيلكوا الفرح وانا برضو هحيلكوا الفرح، هحيهولكوا هم هيغنوا وانا هطبل. زي ايه بقى؟ جزر. في حاجات ما ينفعش تتقال يعني، انا قلت العكس. اعدليها من ورا. النهارده حنه شيماء يا جماعه. حنه شيماء بجد، حنه جنى. هي جت فجاه كده معلش. تعالي يا جنى ارجعي. مسكت بقى الشجره كده. الشجره دي زي ما اتفقنا ان هي مش بتتشيل، فانا بفوطه كده بعملها يعني. وبس. هو ليه مكان حزام خلاص. بس ما تنزلوش بقى عشان هو ليه حته خيط كده بيتحط عليه الحزام، لازم يكون مشدود. هغير برضو الملايه. بس كده مظبوط بالظبط. النهارده حنه جنى يا جماعه، قولوا لها بقى الف مبروك. كنتش عايزه اقول لكم يعني، كنت هسيبكم تتفاجئوا بكره بس خلاص بقى طالما هي يعني سقفت ورقصت وكده ممكن ازغرط لو عايزين. وهنفرش بقى الملايه الكوتي بوتي. يا لهوي، شفتي المانيكير اللي انا عاملاه؟ ارتست جامده والله، ولا اجدع فواكه. انا لبست عليه الشراب حاساه باظ كمان. سيكا بس مش باين من بعيد. لا اله الا الله. نفسي افتح لكم الكاميرا واوريكم هي بتعمل ايه والله العظيم. العريس اتاخر. مش فاهمه انا بصراحه يا جماعه، اول مره اشوف عريس بيتاخر على حنته. بجد يا جماعه، هو لو بيحبني ومقدرني مش ما كانش جه. بس لا، هو لو بيحبني ومقدرني كانش جه. صح، هو ما جاش فعلا. مستنيينه يجي يا جماعه، جاي في الطريق خالص. والله هو المفروض الميعاد الساعه 7. مش فاهمه انا بجد، اول مره اشوف عريس بيتاخر على حنته. بابا لو سمع الكلام اللي احنا بيقوله ده هيعجننا. ما احنا بنهزر يا جماعه. لا بس هي حنه شيماء فعلا. شيماء ايه بقى الحنه بقى، محدش عارفها. احنا بنهزر عشان بابا قال لنا ما نقولش لحد. بالظبط. بابا قال لي ايدي بس انتوا مش حد، انتوا مش غرب. بابا قال لي ايه؟ داري على شمعتك كتير. ايدي على شمعتك. داري على فرختك تمين. المطبخ بقى طبق معروف طبعا، اي حد بينظف الشقه لازم المطبخ هو اللي يتبهدل. فهندخل بقى اشغل مسلسلي المفضل وادخل بقى اغسل مواعين عشان انا هنا ما كنتش قادره. فاللي كان هيشجعني ان انا بجد اشغل مسلسل او اشغل اي حاجه تسليني او اكلم اي حد في التليفون. فبما اني شغاله فمش قادره وفاقده الشغف الايام دي، ما بكلمش حد. فانا بروح جايه بقى خلاص بقى ماسكه البتاع التليفون ولا اي حاجه قدامي ولا مشغلاه على الشاشه اي حاجه.
نفس الحركه الغبيه اللي حصلت معايا. وهو ده اللي خلاني بجد ان انا يعني ان انا انضف المنطقه. انا فعلا شفت منظره كده قلت له ربنا ما انا منضفه لما قوي مالي. هي دي الخضه بقى، عارفه بتكون نايمه تخيل خالته سام كانت بتعمل كده وهي عندنا. تخيلي تبقي نايمه وانت مش فاهمه القيامه قامت ولا انت بتتحاسبي حساب القبر ولا لا. وبعدين ده صوت ده هادي التاني صلي على محمد. احنا بنقوم بنعز نوم 6 الصبح بجد والله العظيم. في مره قلت والله هكسر لك والله العظيم والله العظيم. في مره قلت قسما بالله خالته لو ما شلت البتاع ده والله هكسره لك بقى حرام عليكي بجد. لا كنت ببقى بصحى مفزوعه. لا هو صعب يا جماعه. وبتبقى حاطه التليفون في الكومود اللي هو بين السريرين ده، فانا ببقى نايمه اساسا في ودانه يعني هو في وداني. مش مستاهلين بقى يدخلوا الغساله فخلاص كده. هتشوفوا الاوتفيت بكره طرش طرش طرش. هنا مش هيعرفوا يعني ايه طرش، هيقولوا عليكي بيئه بوم يعني نلتيها. اصل ده جامد يا جماعه. بس انتوا عارفين الجيل الروش بتاع جانا بيقولوا طرش. يعني طرش دي كانت على ايام جيلي يعني حاجه وحشه قوي، مش حاجه عيب يعني حاجه عارفه اللي هو يعني مش عايزه اعرفكم خلاص يعني. مش لازم تبرر. بقول لهم هم مفهوم خلاص هتتلبسي بالبتاع بقى دي. همسح بقى كل ما يريدوا ان يمسح. مسحت البوتاجاز من وراكم ما قلت لكمش بسبب انا بقول لكم كنت على الاخر خلاص بقى مش قادره. همسح الاير فراير بس كده من بره ومن جوه. انا غسلت الطاسه بتاعتها بس همسحها بقى كده من بره. طب هو ليه بيدوكي الهديه دلوقتي؟ هو مين اللي مطلع الشنطه دي؟ ليه؟ وانا مش كنت مطلعه منها دي؟ طب خلاص ماشي. معلش يا جماعه مش عليها بس. لا انا مش قصدي على الشنطه، انا افتكرتك مطلعه اللي جوه الشنطه. لا طب ادخليها دي اصلا من اللي جوه الشنطه انت. ما تعمليش حاجه ما بهزرش. مش تعرفي ان انا صارفه ومكلفه. انا كنت فاكره اصلا انه جايبه شنطه هدومك عشان تباتي، ما خدتش بالي ان دي حاجه اصلا. ايوه ما دي شنطه هدومي عشان ابات اصلا. طب ماشي. انت عايزه اعمل ايه مجنونه انت؟ انا بتكلم فاكريكي مطلعه الشنطه البيضه اللي جوه. انت مش مطلعها قدامك عشان انا يا غبيه انا بتكلم على حاجه تانية. خلاص اسكتي. بس وصلنا لاحلى فقره والله. تقولوا لي احلى فقره ايه؟ اقول لكم فقره البخور والتعطير. بجد دي احلى فقره في الحياه. بس عمر والله جه بوظ كل اللي انا عملته ده. ولازم بعد ما بنضف اخد شاور. دي معروفه يعني ABC. اخدت الشاور من هنا وعينك ما تشوف النور الا من هنا. الدنيا غير التاني كلها. قعدت اقول الحمد لله بجد ان السجاد ما كانش محطوط، كنت هزعل عليه قوي يعني. تخيلوا بقى قمت بقى الساعه 4 الفجر قعدت قدام الحمام مش عارفه يعني انا وعمر مش ملاحقين. بس كده اشوفكم فيديو جديد واستنونا فيديو بكره. باي باي.